دايما بنسمع جملة الطبع غلاب. طب هل فعلا الناس ما بتتغيرش؟ وساعات بنسمع أي حد يقدر يتغير. طيب الحقيقة فين؟ على فكرة الاتنين صح والاتنين غلط. لو عندك شجرة مانجا هل ممكن تطلع تفاح؟ أكيد لا. لكن هل ممكن تبقى أقوى، أطول، أصح، أكثر إنتاجية؟ أكيد وده قريب جدا من البشر. الفرق بين الطبع والسلوك، الطبع هو الميل الأساسي للشخص، يعني شخص اجتماعي، شخص هادي، شخص حذر، شخص عاطفي، شخص تحليلي. أما السلوك فهو الطريقة اللي بيتصرف بيها، ودي قابلة للتغيير. مثلا شخص عصبي ممكن يفضل عصبي بطبعه، لكن يتعلم يتحكم في غضبه، يتعلم السكوت، يتعلم الحوار، فيبان وكأنه اتغير بالكامل رغم انه جذوره الأساسية موجودة. طب السؤال الأهم، ليه الناس نادراً ما بتتغير؟ لأن أغلب الناس بتحاول تتغير من غير ما تتعب نفسها، والإنسان غالباً ما بيتغيرش من معلومة جديدة اكتسبها، لكن بيتغير لما بيحس بالألم. تخيل مثلاً واحد في قارب في ثقب صغير، فطول ما المية قليلة مش هيتحرك، لكن لما المية تبدأ تغرقه ساعتها هيفكر وهيتصرف. بس التغيير الحقيقي بيحصل امتى؟ لما بتتوفر 3 حاجات. اولا لازم يكون عندي وعي ان في مشكلة اساسا، تاني حاجة انه يكون عندي رغبة حقيقية في التغيير، واخيرا استعداد لدفع ثمن التغيير، لان غالبا هيكون في ثمن. بدون ال3 دول غالبا هنشوف وعود اكتر من تغييرات، وممكن الطريق يكون أسهل من كل توقعاتنا لأن إيد ربنا معانا. هنا المعادلة بتختلف تماما. أول لما يكون في نية حقيقية بنلاقي فيه قوة خفية بتزقنا لقدام، والأكيد إننا كل ما كنا صادقين مع نفسنا هتبقى الأمور أوضح لينا، هنقدر نشوف ببصيرتنا المعنى ورا التغيير، يعني لو اتغيرت هكسب إيه. وطبعا من أهم الحاجات اللي بتساعدنا إن احنا نحط خطة تغيير واقعية، عشان ما يبقاش تغيير يومين وبعدين نرجع كأنك يا أبو زيد ما غزيت. يعني مش بني آدم عمره ما راح الجيم لواحد عايز يروح الجيم كل يوم، خطوة خطوة. بس المهم يكون عندنا إصرار على الهدف أيا كان الهدف إيه. طيب ليه التغيير بيبقى أبطأ مما بنتخيل؟ إحنا بنتعامل مع التغيير كأنه قرار، مع إن التغيير الحقيقي غالبا بيكون بروسس أو عملية. يعني شخص قرر يبطل عصبية، هل معناه إنه كده خلاص عمره ما هيتعصب تاني؟ لا، ممكن يقع 10 مرات، ممكن يرجع لعاداته القديمة، ممكن نحس انه ما اتغيرش اصلا، لكن ده مش معناه ان مفيش تغيير بيحصل. تخيل طفل بيتعلم يمشي، لو وقع مرة او 10 هل هتقول خلاص كده هو فشل ومش هيمشي تاني؟ طبعا لا، السقوط جزء من عملية التعلم نفسها، وده بيحصل مع الكبار برضو. في ناس بتفتكر ان التغيير معناه التحول الكامل والمفاجئ، لكن في الحقيقة اغلب التغييرات الحقيقية بتاخد وقت وصبر. الشخص اللي كان بينفعل كل يوم بقى بينفعل مرة في الاسبوع، واللي كان بيهرب من المواجهة طول عمره بدأ يقول رأيه احيانا، واللي كان بيجلد نفسه بعد اي خطأ ولو كان صغير بدأ يرحم نفسه شوية. التغيير الحقيقي غالبا ما بيكونش ثورة، لكن بيكون تعديل بسيط بيتكرر مئات المرات لغاية ما يبقى جزء منك. وتقابل حد ما شفتوش بقالك كتير فيقولك ايه ده انت اتغيرت قوي، ساعتها خليك ذكي واسأله اتغيرت ازاي، وخد معلومات منه كتير عشان تفهم اكتر عن نفسك. الناس ممكن تتغير بس على مستوى السلوك غالبا، والطبع بيتهذب ومش بيتغير. والناس مش هتتغير عشان حد تاني عايز يغيرهم، ولا عشان زن عليهم 1000 مرة، لكن عشان هم وصلوا للحظة اللي بقوا مؤمنين فيها ان التغيير ضرورة. وعشان كده من اكبر الاخطاء اللي الناس بتعملها حتة I can fix him او I can fix her. ياخدوا حد هم مش مقتنعين بحاجات فيه ويقولك لا انا هبغيره، انا هعرف ازاي اتعامل مع الموقف. هنا احنا بنكون مش واقعيين، لاننا بنقع في حب امكانيات الشخص او ممكن يوصل لايه في المستقبل.